وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، نور هذه الأمة وضياؤها وشفيعنا يوم الحساب. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. هذه أجمل تحية من ملعب حديقة الأمراء. هذه أجمل تحية مني محدثكم فارس عوض في مجريات هذا اللقاء. نريدها مباراة مليئة بالإثارة والندية والتنافس بين الفريقين، حيث سيكون فريق باريس سان جيرمان في مواجهة الكتالوني برشلونة. على أمل بأن نشهد مباراة كبيرة من الفريقين وأن ترتقي لمستوى التوقعات والتطلعات. Nuno Mendes, le numéro 6, Marco Verratti, le numéro 30, Lionel. برشلونة في صراع دائم وتاريخي مع الريال، ممثل العاصمة الإسبانية فيما يعرف بالكلاسيكو، واللي يعتبر الحدث التاريخي الأكثر متابعة في العالم. إذن هذه تشكيلة فريق باريس سان جيرمان في لقاء اليوم. في حراسة المرمى دوناروما، سيرخيو راموس سيلعب إلى جانب ماركينيوس في الخط الخلفي، نيمار سيبدأ مع ميسي على الأطراف، وكيليان امبابي سيلعب في الهجوم. ديونغ، رونالد أروخو، عودة إلى ديمبلي، بدري وفرصة خطيرة والكرة في المرمى. لم يتأخر الهدف الافتتاحي كثيرا. استئناف اللقاء مرة أخرى، البي اس جي تحت ضغط العودة في النتيجة. فرانكي ديونغ من جديد لديونغ، عثمان ديمبلي، تصدي ممتاز من دوناروما. استعادة الكرة بعد ضغط ممتاز، فرصة هدف أمام ليفا. يا رب، هدف آخر يأتي سريعا. الله على القوة الهجومية، الله على هدف في منتهى الروعة. نونو مينديز، ما زالت الكرة مع نيمار، ملعوبة جهة القائم البعيد، يستعيد الكرة بعد ضغط عالي ممتاز. فرصة قائمة الآن، فرصة لتقليص الفارق تضيع، مجهود يبذل في الكرة الماضية لكنها ضاعت. من المهم بأن يواصلوا بهذا الشكل للعودة. ضغط كبير مشاهدينا، تدخل ناجح والكرة تتحول إلى رمية تماس باتجاه ميسي في وسط منطقة الجزاء. تمريرة سيئة تذهب للفريق الخصم. أراخو، نونو مينديز، تمريرة بدون تركيز والكرة بتروح للفريق الآخر. بينية جميلة، ليفاندوفسكي، بيدري، أوهو دخلت المرمى. 3 أهداف، الفارق الآن قوة هجومية كبرى. بتدخل يسترد هذه الكرة بهدوء. نيمار، الله على التصدي. تير شتيجن ينقذ الموقف في هذه الكرة وينقض على الكرة. نيمار بيرسل الكرة في 18.
تحول هنا في الاستحواذ. بيدري وصلت إلى ديباي. جوردي ألبا، ما زالت الكرة في الملعب وفيها خطورة، بسهولة يتصدى لطريق الكرة. ديمبلي في البوكس بيلعب الركنية، راحت الركنية، تبعد الخطورة. استحواذ كبير من برشلونة على الكرة في هذه المباراة. هذه السيطرة ليست صدفة، مجهود كبير من اللاعبين، من المدرب. في رأيي هم في الطريق لتحقيق فوز كبير إذا استمروا بهذا الشكل. هذا الانتشار، هذه السيطرة تسعد هذه الجماهير بدون شك. والأسلوب الهجومي لن يتغير. على هذا التصدي، أي حارس مرمى، أي إبداع، أي تفوق، أي ردة فعل، أي كرة من مسافة قريبة. حارس مرمى كبير بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. ديباي وصلت إلى بيدري، خطيرة عن بيدري. تدخل وإبعاد للكرة. فرانكي ديونغ، فرصة خطيرة الآن، الكرة في المرمى، هدف جديد يوسع الفارق ل4 أهداف. أعتقد بأن هذه المباراة انتهت في شوطها الأول لأن فارق الأهداف صار كبير في هذا اللقاء. بيكي، ممفيس ديباي، وصلت إلى بيدري، تصدي سليم من دون روما. قد نشاهد هجمة مرتدة خطيرة الآن. فرصة هدف لمبابي، مستحيل اللعبة، مستحيل اللقطة. بعض اللحظات لا تعرف فيها. ضربة بداية المباراة عند برشلونة. ضربة بداية الشوط الثاني من هذا اللقاء مشاهدينا. البي اس جي عانى كثيرا في الشوط الأول ويحتاج إلى تغيير الكثير في الشوط الثاني. قد نشاهد كرة هدف في هذه اللحظات. يا له من تصدي، يا له من حارس. الله على لقطة استثنائية. تير شتيجن في الموعد دائما. ركنية تنفذ في منتصف ال18. تسديدة من ميسي. تير شتيجن يبعدها لكن ما زالت خطيرة. أراخو. برشلونة يستغل الأطراف الآن. عرضية إلى ديباي. تدخل ممتاز يحرم المنافس من هدف محقق. كرة تذهب للمنافس بدون معاناة بعد تمريرة سيئة. ديمبلي، هنا يظهر الحارس ويتصدى. ركنية تنفذ داخل ال18. يعترض الكرة بدون مشاكل. تدخل واللاعب يفقد الكرة. خطيرة عن بيدري. تصدي رائع لهذه اللقطة. تنفذ بشكل قصير. القوة ليست كل شيء. شوف كرة تخرج بهذا الشكل بعيدة جدا عن المرمى. كيمبيمبي. مرت ساعة من عمر المباراة، دخلنا في النصف الساعة الأخيرة. كرة بتروح بجوار المرمى بدون أي ردة فعل في التصدي، والكرة لا تشكل أي تهديد.
مبابي وصلت لحكيمي، كرة بتتخلص قبل أن تأتي الخطورة. استغلال للأطراف من برشلونة. ليفاندوفسكي في وسط منطقة الجزاء بدون مشاكل يعترض الكرة. سيرجيو بوسكيتس، تمريرة مقطوعة يا عثمان. تدخل في اللقطة الماضية، لكن الكرة بالطول وبتتحول إلى رمية تماس. البارسا يقرر الاستعانة بدكة البدلاء. تدخل ناجح على الكرة. ليفاندوفسكي، تصويبة رائعة، لكنها لا تشكل خطورة على حارس المرمى واللي يتصدى بسهولة. ليونيل ميسي، نيمار، الكرة تحت سيطرتهم بعدما تمكنوا من افتكاكها والاستحواذ عليها. ممفيس ديباي، استعادة ناجحة للكرة بعد ضغط. يا إلهي، كرة في المرمى من ديونج. مباراة كنا نتمنى بأن تكون أكثر ندية، لكن واضح الاستسلام تماما في هذا اللقاء. ديباي، يا لعيب الله على التمريرة. ركنية تنفذ بشكل قصير. كرة رأسية وصلت سهلة لحارس المرمى. الآن بدأ العد العكسي، تتكلم عن 9 دقائق فقط على الصافرة. الله على التصدي من تير شتيجن، يهديهم الكرة بكل سهولة بعد تمريرة تفتقد للدقة. يجب استغلال الفرصة والانطلاق في هجوم مرتد. نيمار يتقدم باتجاه المرمى. عرضية تبحث عن ميسي، يفقد الكرة وضاعت عليه الفرصة. البارسا يفقد الكرة والتسلل موجود في هذه اللعبة. برشلونة يستعين بدكة الاحتياط. في دقيقتين كوقت مضاف بدل ضايع. ديونج، كرة مع فيران توريس، يتمكن من قطع التمريرة. والآن تأتي الصافرة لتعلن عن هزيمة البي اس جي في لقاء اليوم. هزيمة مؤلمة وقاسية للفريق. كيف سيخرج الفريق؟ رونالد أروخو.